السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أحمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض تشيكن ستريبس أو صوابع الفراخ المقرمشة. عملنا قبل كده مع بعض بطريقة هنبقى احط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وان شاء الله بإذن الله نعملها بطريقة سهلة جدا جدا النهارده. أول حاجة أرجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة، اللهم ارحم موتانا جميعا يا رب العالمين، جزاكم الله كل خير. يلا بينا مع بعض على الطريقة دي. فراخ صدور مقطعاها في البيت صوابع، بس ايه يعني تكون كل ما كانت تخينة كل ما كان أفضل. خلاص. وكوباية مية والتوابل بتاعتنا بقى بصل بودر وتوم بودر وفلفل وكمون وبابريكا وكاري. أنا هحط توم فريش، عايز احط توم بودر مفيش أي مشكلة. خلاص. وزعتر وشطة لو حبة، تمام، وبابريكا. خلاص انا حطيتهم فريش وحطيت كل المكونات بودر، تمام، بالشكل ده. وهقلبهم في ميه عاديه جدا. في ناس بتحب تعملهم في حليب، بس صدقوني انا عملتها قبل كده في حليب وزبادي ولبن رايب، وعملتها بميه وطلعت نفس النتيجه. اعمليها في ميه عادي خالص ما فيهاش اي حاجه. هحطهم كده في الميه وبعدين هغطيهم باي ستريتش او بكيس او بغطا او باي حاجه، وبعدين هحطهم في التلاجة يعني مده لا تقل عن ساعتين 3. خلاص. لو عايزه تبيتيهم ويبقى اكلك بكره خلاص مفيش مشكلة، من بعد ايه سحور كده او من بالليل تعمليها، وان شاء الله باذن الله تبقى اكل بكره على طول جاهزه. نروح بقى للرز. ريزو. دي التوابل اللي احنا عملناها مع بعض. المرقه اللي عملناها المكعبات، وعملنا المرقه البودر. خلاص. حطيت منهم هما الاتنين، طبعا اللينكات بتاعتهم هنزلها لكم، مع شويه زيت صغيرين او زبده حسب اللي انت عايزه. بصلايه صغيره مقطعه، تمام. طبعا البصله انا مش هحمرها خالص، انا يا دوب حطيت قلبتها مع التوابل وبعدين هنزل على طول بالرز المغسول، تمام. يعني كمان ممكن احط البصله بعد الرز، ولكن انا ايه يا دوب بس اديته صدمه. خلاص. وبعدين نزلت بمعلقه كاتشب او هوت صوص حسب اللي انت عايزاه، حبه حار حبه مثلا كاتشب مفيش مشكله، بتديله طعم حلو ولون جميل. والملح بتاعي والميه، ميه فتره ميه مغليه، اللي كل ما كانت الميه مغليه طبعا الرز بيستوي بسرعه. وبعدين لما بيجي يتشرب بوطي عليه النار لحد ما بيستوي. نروح بقى نعمل فراخ. عبال ما وطيت عليه اهوت نتشرب هوطي عليه، وبعدين هروح بقى للفراخ. من التتبيله برضو بتاعت المرقه اللي احنا عاملينها مرقه الخضار مع بعض، حطيت شويه على ميه وشويه على الدقيق وشويه ملح وشويه ملح هنا وبس. خلاص كده لان عليها كل التوابل. ونزلت الفراخ في الدقيق. خلاص طلعتها كده من التتبيله، حطها في الدقيق اللي عليه ملح وشويه توابل صغيره من اللي هي المرقه اللي احنا عملناها مع بعض. طيب انت ما عندكيش المرقه حطي ايه فلفل وملح بس مش اكتر، او شويه توم باودر. خلاص. وهقلبهم كده كويس في الدقيق، ماشي لمده دقيقه كده، تمام. قلبهم كويس وبعدين هنزلهم من الدقيق في الميه. طيب انا مش عايزه انزلهم في الميه، انزلهم في الخلطه تاني مفيش اي مشكله. تنزلهم في الخلطه وترجعهم تاني في الدقيق مفيش اي مشكله. عايزه تعملهم في حليب مفيش مشكله. هيها والله يا جماعه، جربتها كده وجربتها كده ولقيت النتيجه كده رائعه من غير اي حاجه. خلاص. يبقى تعمليها بالميه افضل، وطلعت مقرمشه اكتر بالميه. خلاص. وارجعها تاني في الدقيق وارجع اكرر نفس العمليه دي. كل ما كنت عايزه القشره او الكفر من بره سميك زي بره وهش، تعملي العمليه دي. انا عملتها قدامكم مره واحده بس، اديتها في الميه ورجعت عملتها في الدقيق فقط لا غير، والله ما عملتش اكتر من كده. ومع ذلك الكفر ما شاء الله حلو جدا ومش قاسي. خلاص. وبعد كده على طول شايفين الشكل عامل ازاي؟ تموجات دي في الزيت على طول ما خليهاش، تمام. على طول في الزيت. شايفين ايديا اهيت على طول من الدقيق على طول نزلتها في الزيت. خلاص علشان خاطر ايه؟ ما ترطبش. خلاص كده. دي الفراخ. الزيت بقى في طاسه واسعه اهيت او في حله فيها الزيت اللي انت عايزاه، واحمرها لحد ما توصل معايا باللون الجميل ده وتستوي. هتاخد حوالي 10 دقايق لتلت ساعه، تمام، على الهادي خالص، ماشي، يعني من 10 دقايق لربع ساعه. خلاص ماشي. على نار هاديه اديها الصدمه وبعدين اوطي عليها. وشايفين معايا هو الرز استوى وقدمت معاه كاتشب والشكل ده زي ما انتم شايفين. عايزه اوريكم قد ايه مقرمشه ومستويه. خلاص. مع الرز بقى صوص الباربيكيو حسب الرغبه. سلطه. شايفين؟ بصوا شايفين الكفر مقرمش ازاي ومن جوه مستويه ازاي؟ ما شاء الله عليها. وطعمها بجد بجد احسن من بره بكتير. الريحه بقى اللي يشم ريحه يقول عندك كنتاكي بالظبط. ما شاء الله. بألف هنا وبألف شفا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.